هقول لكم على شوية أساسيات ونصايح بعتمدها كل سنة لتفريزات رمضان. كل سنة وانتوا طيبين، ينعاد علينا جميعا بألف خير يا رب. أول حاجة نسمي بالله ونلم المطبخ حوالين مننا علشان يكون رايق ونضيف زي ما انتوا شايفين كده، ونعرف نقف نشتغل فيه. من قبلها بيوم ببقى عارفة ان بكرة الصبح في تفريزات هعملها، فلازم اكون مبيتة الحوض نضيف، مع ان ده بيكون الطبيعي والله، ولكن اكيد بيجي علينا كلنا وقت تعب او اي ظروف ومش بنقدر نعمل حاجة. عشان كده يوم التفريزات ده لازم تكوني مهيئة نفسيا وجسديا، تكوني مفضية نفسك، ما يكونش وراكي مشاوير، يكون عندك أكل جاهز أو واقف على التسوية، أو من قبلها بيوم تبقي عارفة هتتغدوا إيه اليوم ده، حتى لو حاجة على السريع علشان ما تاخدش منك وقت إضافي غير الوقت اللي هتقفي تفرزي فيه، وما يكونش عليكي ضغط بزيادة. أما بقى لو انتي من الناس اللي اللهم بارك بتبقى رايقة كده في نفسها، بتحب تشتغل واحدة واحدة وعلى مهلها، بيفرزوا على مراحل أو على أيام، مش كله في يوم واحد، وده عشان ما ياخدش منهم مجهود زيادة. مش شرط خالص التفريزات كلها تكون في يوم واحد، كل حد فينا يشوف ايه اللي يناسب طاقته وظروفه. اول حاجة واهم حاجة بالورقة والقلم لازم نكون كاتبين هنجيب ايه، علشان ما نجيبش حاجات تتفرز وخلاص ونكون مش بناكلها فممكن تترمي، وده هدر في نعمة ربنا. استخدمي اكياس او علب محكمة الغلق، فرغي الهواء على قد ما تقدري وما تعيديش تفريز اي حاجة طلعتيها تفك. ولو في اي نصايح تانية بتعمليها شاركينا بيها لعلها تكون افادة لغيرك. انا لو ما عملتش الدرج ده قبل رمضان هتسوح، بيوفر عليا تعب ومجهود جبار. هتعب يوم بس هرتاح طول الشهر. ودي اهم تفريزات الخضار بالنسبه لي، او حتى اللحوم. معايا كده كميه من الطماطم اللهم بارك حوالي 25 كيلو، ومعايا قد 10 كيلو من البصل. معقوله هتفرزي بصل؟ هقولك ده نعمه كبيره في الفريزر، وتطلعي كده تسحبي على اكلك على طول، مفيش اسهل من كده. بعد ما نضفت البصل كله وقشرته وغسلته، هبتدي اقطعه بالشكل ده وهفرمه في الكبه. ايه بقى اللي هيمنع الريحه بتاعته وانه هيفضل معاكي فاكك في الفريزر مش مجمد؟ الزيت. ما بحطش غير الزيت فقط لا غير، يعني ربع كوبايه كده في كل بوله. عايزه اقولك ان انت لو رشيتي الخل كده وانت بتقطعي البصل على لوحه تقطيع او الرخامه قدامك، هيمنع انك دموعك تنزل تماما. وجربي. دلوقتي بقى قسمت البصل على كميات، يعني اللي جرب تفريز البصل ما بيبطلوش. اسحبي على طول بدل ما تطلعي الكبه وتشغلي، صدقيني بيسهل كتير. بالنسبه للطماطم بقى، حطيتها في الحلل غسلتها. الميه اللي بحطها في الاول دي هتمنع الطماطم انها تلزق وهتنزل ميتها بسرعه. حطي بقى على طول على اعلى درجه حراره. مفيش بالظبط كده بعد نص ساعه تبص تلاقي الطماطم بكت ميتها بس ما زالت سليمه. الميه بقى اللي نزلت من الطماطم الكتيره دي لازم اصفيها. يا جماعه الميه دي كلها املاح، ميه صفرة ملهاش لازمه، مش صلصه خالص، مش مفيده خالص ولا ليها اي لازمه. نزلنا املاح الطماطم في الميه دي فصفيتها عشان الصلصه بتاعتي تبقى مركزه وما تطولش كتير على النار. بعد ما صفيت الكميه، هبتدي بقى بالهاند بلندر على طول وهي في الحلل كده اضربها كويس قوي. بحط مكونين فقط لا غير على صلصه الطماطم، مفيش غيرهم، سكر وملح. يعني كل حله من دول خدت نص كوبايه سكر ومعلقتين ملح. بنجر بقى فلفل احمر، كل ده لا، ما بحبش اي حاجه تغير لي الصلصه، وطبعا دي اختيارات وحسب ما الواحد يتعود. لازم بقى تصفيها من التفل بتاعك، التفل ده سيء في الهضم جدا فلازم تتخلصي منه. كده عملنا الصلصه. تعالوا بقى نعمل صلصه المحشي او تسبيكه المحشي. سمنه وزيت، وابتديت انزل بكميه حلوه من البصل، هبتدي اصفره كده. اول ما يصفر هنزل بالطماطم اللي انا مصلصلاها، اسيبها كده تشكشك مع البصل شويه. واسحبي بقى من دي على تخديعه محشي، على خضار عايزه تعمليه، على الطواجن بتاعتك. يعني تسبيكه جاهزه بالبصل رهيبه. برضو زودت لها شويه ملح وشويه سكر، واصلا الصلصه كان فيها. هسيب بقى الصلصه تبرد تماما بعد ما صفيتها، وابتدي احطها في اكياس ببططها كده، وبقفل طرف الكيس من فوق. اهم حاجه تكون مفروده عندي كده، عشان ايه؟ ما تاخدش مكان في الفريزر، وعشان بقى ما تلزقش في بعضها بحط اكياس بلاستيك بين كل طبقه والتانيه. كمان ابتديت افرز الصلصه اللي هي التسبيكه بتاعتي، ودي بقى اهم التفريزات اللي انت ممكن تعمليها، اهم كمان من اي تفريز لحمه وفراخ. هنا الصلصه الساده اللي من غير بصل حطاها لوحدها، وام بصل حطاها جنب البصل على طول عشان اميز ما بينهم، وبفصل ما بين كل كيس وكيس باكياس. بصوا عملت الدرج ده، يعني ارتحت طول الشهر حرفيا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.